السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هعمل معاكم طبق العاشورة، وكل سنة وانتم طيبين. واحلى طبق مغذي جدا ومفيد لولادنا، وكمان بينفع عشاء للولاد، وينفع فطار. ممكن وجبة متكاملة للولاد فيها بروتين وفيها غذاء وبتقوي الذكاء، ومفيد جدا. ممكن تعمليه كمان للأولاد في أيام الدراسة، بيقوي الذاكرة. القمح مفيد جدا، وفيه لبن وفيه زبيب، يعني حاجات، يعني يعتبر وجبة متكاملة ومفيدة للأطفال. ممكن طبق من ده للولاد وقت قبل المذاكرة، بيقوي الذاكرة ويديله نشاط، خصوصا في الشتاء. هنا مكونات بسيطة، ونبدأ كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وعايزاكي تدعميني بلايك وشير واشتراك في القناة ودعوة كويسة، ويسعدني جدا اشتراك معايا. هنا عندي نص كيلو قمح، نقيته وشطفته كويس وغسلته كذا مرة، وبعدين نقعته حوالي 12 ساعة، يعني من بالليل لغاية بعد الظهر. وبعد كده سبته على النار حوالي ساعة، تنقعيه كويس. اهم حاجه تغسليه تنقيه وتنقعيه كويس، وتسيبيه على النار، تدوسي عليه تلاقي الحبايه كده طريت معاك. وبعدين تحطيه على نار هاديه لمده ساعه. هنا بصي لغايه ما يطرى خالص، هو ما ياخدش معاكي اكتر من ساعه. وبعدين تطفي عليه وتغطي عليه، هتلاقيه عامل زي الفشار كده، قلبه الابيض طلع منه كده. وبعدين هتحضري عندك كيلو لبن او كيلو الا ربع، كيلو وربع اسفة، كيلو لبن، وكيلو يعني كيلو لبن وربعتين. الربع ده هتقلبي فيه معلقة نشا. يبقى كده خلصت، يبقى كده استوى. بصي كده ما خدش معايا اكتر من ساعة. لما تنقعيه كويس هتستوي معاكي بسرعة. وبعدين تضيفي تجيبيه على النار، عايزه تديله ضربه، نص ضربه كده في الخلاط ممكن، او الهاند بريندر. انا هنا بصراحه ما ضربتوش لان لقيته مستوي كويس كده. بصي دابت خالص. وعندي كيلو لبن وربع، هشيل منهم كوبايه. وبعدين هضيف السكر حسب الرغبه، عايزاها مسكر جامد هتضيفي كوبايه، مش عايزاه مسكر جامد هتضيفي كوبايه الا ربع ونص كوبايه سكر كده. هنزل بكيلو اللبن وتشيلي منه كوبايه، لان الكوبايه دي هندوب فيها النشا. هنا عندي هنا عندي جوز الهند مع مع لبن بودر مع باكو فانيليا، او لو عندك فانيليا سايبه ممكن تضيفي معلقه او كيس فانيليا. وعندي زبيب، وانا بسيبه يستوي مع القمح، ياخد غاليه كده مع العاشوره، بحيث ان هو يطرى. تشطفيه كويس وتنزلي معاه مع الخليط كله وتقلبيه. وبعدين كوبايه اللبن هقلب فيها 3 معالق نشا او 4 معالق. وهنا ضفت كوبايه السكر وهقلبها كويس. وبعدين هننزل معاهم 3 معالق نشا او 4 معالق نشا، وتقلبيهم في كوبايه اللبن اللي احنا شلناها من الكيلو وربع، وتقلبي كويس. وبعدين هيربط معانا. بعد ما يربط معانا تنزلي بيه في الكاسات اللي عندك تحضريها. يبقى احنا حاطين المكونات اللي عندنا: سكر، لبن بودرة، معلقة قشطة، كوباية سكر. والسكر ممكن حسب الرغبة، لو عايزة تقللي نص كوباية او كوباية الا ربع او كوباية، ده للنص كيلو. وبعدين هضيف السكر والزبيب وجوز الهند لو بتحبيها. وبعدين هتنزلي هنا. بصي النشا قلبته في كوبايه اللبن، وهنزل بيه واربط بيها العاشوره. هقعد اقلب فيها لغايه اهم حاجه تدوبي النشا، لانه لو تدوبيه كويس بحيث ما يكلكعش معاكي. انا عايزاها مخرزه كده، مش عايزاها مضروبه في الخلاط جامد. انا ما ضربتهاش لان لقيت الحبايه دايبه ومستويه كويس، لاني نقعتها كويس. وهقلبها لما تربط خالص، وهصبها. تحضري الكاسات بتاعتك او البولات اللي هتقدمي فيها، او الاطباق حسب المتوفر عندك، وهتسيبيها تفضيها فيها.
كده ربطت معايا. وبعدين هعبي الكاسات بتاعتنا، هغرفها في الكاسات بتاعتنا او البولات. انا عبي كده نزلت بيها في البولات اللي عندي المتوفر عندك، ان كان كاسات او بولات الموجود عندك او اطباق الموجودة متوفرة عندك. وكده احلى. هضيف هنا الزبيب، انا شطفته كويس ونقعته وهضيفه على الوش كده. ولو عايزه تضيفي مكسرات تانية، فستق مطحون او عين جمل المتوفره عندك. واحلى عاشوره. وما تنسيش اللايك، تدعميني باللايك ودعوه كويسه. واول مره تشوفيني يسعدني جدا ان انت تشتركي معايا في القناه وتقولي لي رايك. ويا رب تجربيها، ويا رب كل حاجه اقدمها تنول اعجابكم. وكل سنه وانتم طيبين. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد في مطبخ شيزان تاج الدين. وقولوا له رايكم. ومكونات بسيطه جدا ومش مكلفه خالص. مع الف سلامه، واشوفكم في فيديو جديد باذن الله. ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناه وتدعميني بدعوه كويسه. ومع الف سلامه.